فضل سورة الكهف. سورة الكهف فالله إيش يدي بهالك اللي قال لي أنا بدرداء وحاله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفظ نكي أقري 10 آيات طبعا آيات من أول سورة الكهف كمل عصم والله إلى عليه من الدجال شرتي سو كنا بتقول لي نكي طبعا آيات كأقري ويعني حفظيات أوبرتو سورة يعني كهف أول كذا آخر كذا ويقص على الروايات وأن طبعا آيات سورة كهف كمل. رواه مسلم وأبو داود والترمذي ولفظه من قرأ نكي أقريه 3 آيات 6 آيات من أول الكهف عصم والله إلى عليه من فتنة الدجال. وفي رواية من حفظ نكي أقريه من خواتيم سورة الكهف سورة كهف خاتمة هذا نكي أقريه. آخر كذا ذنب إن الذين آمنوا وعملوا صالحات كان لهم جنات الفردوس نزلا أنت كبل لعبته يا آخر نكي أقريه عصم والله إلى عليه من الدجال. أنا بسعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ نكي أقريه سورة الكهف